فرقه النادي الاهلي فرقتي، فرقه تكه الزرار. انا ادوس زرار اي ماتش مهم هلعبه حلو، ادوس زرار اي ماتش يعني حياه او موت العب فيه حلو. العب بقى جونه، العب مش عارف مين، العب فريق اهبل، العب فريق مش عارف ايه، ما العبش حلو. ادي النادي الاهلي. وخصوصا يا جماعه في اول 5 دقائق من الشوط الاول حرفيا انا كنت حاسس ان فرقتي رجعت من ايام زمان بقى، الضغط واللعب الحلو والهجمات وكره حسين الشحات اللي في اول سنه دي. انا قلت خلاص احنا هنفرتك بيراميدز. فجاه بعد 5 دقائق من الشوط الاول، اول 5 دقائق من الشوط الاول رجعوا ورا. تمام. هجمه من غلطه من عشان خاطر كذا حد قبل الماتش. يعني كولر انت لو انت بتتفرج اتفرج علينا. يعني احنا بنيجي نقول ايه يا جماعه، احنا عندنا مشكله في المرتدات او عندنا مشكله بنيجي نرجع من الهجوم للدفاع، بيكون في مساحات فاضيه قوي ورا. فعدت في الماتشات الضعيفه قبل كده، لكن مع بيراميدز مش هتعدي. هوبا يلا عرضيه، يلا غلطه من رامي ربيعه. المستوى المتدني رامي ربيعه من ماتش لماتش ممكن يكون يعني ركز بعد ما جاب الجون فيه. بس يا جماعه الصراحه يعني برضه في الشوط الثاني لعبنا حلو، تك الزرار برضه لعبنا حلو في الشوط الثاني. في بدايه الشوط الثاني دخل فينا جون، رحنا بقى تكينا الزرار جامد بقى، جبنا جونين اهو يلا. بعد كده يا ابني في ما تلعب، لا هي خلاص انا جبت جونين يا ابني ما تلعب. فين اللعب؟ جه في اخر الماتش راح تك زرار، فجاه احنا جبنا ضربه جزاء يلا بقى. لا امام عاشور هيشوطها فيها رعونه. انا يعني انا اللي شافها هيشوف رد فعلي. انا صورت نفسي في رد فعل بقول له يا امام عاشور يلا يعني توج مجهودك في ال3 4 5 ماتشات اللي انت لعبتهم حلو. ايه ده بنضيع ماتشات يا جدعان؟ ما بتضيعش يا جدعان، ده الواحد زهق وقرف. ادي بيراميدز اللي قعدنا نقول يا رب ان هنخسر الماتش ده ومش هنخسر. بيراميدز كانت بتضيع وقت قدامنا، والفار الحمد لله كان معانا، وكان مش ده كان مع العدل مش كان معانا، والدنيا كانت تمام. لكن فرقتي ما اعرفش يعني لما تكون الدنيا سهله بيضيعوا السهوله، لما تكون الدنيا صعبه بيلعبوا حلو. فانا مش فاهم لهم مله الجيل ده، انا مش فاهم له مله الصراحه. والجرادي شار الحمد لله يعني لازم الواد فيه لمسه حلوه، الواد حلو. ومصطفى العش حلو الحمد لله. انا يهمني اللاعبين دول يعني نزلوا العيال، لا العيال حلوه. بس انا متضايق الصراحه. انا الماتش ده خلص تعادل، كان في كلام كتير قوي هيحصل، وكان في حاجات كتير قوي كنا هنحتفل وكنا هننام مبسوطين. ما اعرفش في ايه، ما اعرفش. هنستنى بقى النهارده شوبير هيقول صفقه تانية، وبكره في صفقه ثالثه مع احمد رضا النهارده هيعلنوا عنه. انا مستاء ومتضايق الصراحه، ويعني مش لاقي كلام اقوله. اراك ضحكت.